في واحدة بتقول دلوقتي أنا بشتغل في التسويق الأونلاين، يعني مثلا لو حد عنده ملابس أو منتجات وعاوز يبيعها فأنا اللي بسوقها له وببيعها له وباخد نسبتي. لحد ما جينا من حوالي أسبوع ومرات خالي كلمتني وقالت لي إن أخوها عارض بيته للبيع ومحتاج مني إن أسوقه له، فأنا قلت لها من عينيا ومش هاخد حاجة من حضرتك عشان خاطر خالي. وبالفعل صورت البيت وعرضت وجبت لها أكتر من مشتري، وبعد ما كان في سماسرة مقدرين البيت ب 3 مليون و300 ألف رفعت لها المبلغ ل 3 مليون و700 وجبت لها مشتري وفلوسه جاهزة وعلى الترابيزة. وفعلا الراجل شاف البيت وعجبه جدا وكان ناقص بس إنه يمضي العقد. المهم ان خالي كان موجود، قال لها انت المفروض تديها حاجه من الفلوس اللي هتاخدوها، فهي ردت وقالت له هي قالت انها مش عايزه حاجه، فقام قايل لها طب على الاقل اشكريها على تعبها وعلى السعر اللي هي جابته لنا. فتقوم هي ترد عليه وتقول له تعب ايه يا اخويا، هي يعني عملت ايه؟ وبصراحه كده ردها حرق دم. وبعدها يشاء السميع العليم ان المحامي يقول لها ان ورق البيت مش كامل وانه هياخد وقت لحد ما يخلص. فقام المشتري مكنسل البيعه لعدم اكتمال الورق. بعدها لقيتها بتطلب مني ان اعمل لها اعلان تاني، فقلت لها من عينيا هعمل لك كل اللي انت عاوزاه بس بشرط انا هاخد 2.5% من ثمن البيت، وعشان خاطر خالي هخليهم 1.5 بس. فردت وقالت لي انت مش قلت انك مش هتاخدي حاجه؟ قلت لها انت في المره الاولانيه استهزأت بتعبي وقلت عليا ان ما عملتش حاجه، دلوقتي بقى انا بمشيها مع حضرتك بمبدأ ان الشغل شغل. فراحت قايله انت كده بتصطادي الميه العكر. على العموم انا موافق بس مش مسامحاكي في الفلوس. فهي دلوقتي بتسأل هل انا كده غلطانه وكان المفروض ما اخدش منها فلوس بعد اللي قالته، ولا تصرفي كده صح والفلوس دي من حقي؟